اقسم بالله العلي العظيم اخوك ما هو سندك ولا ظهرك، والله ما هو سند ليك ولا ظهر، ولا ابوك ولا عمك ولا ابن عمك ولا خالك ولا ابن خالك ولا عمتك ولا ابن عمتك ولا خالتك ولا ابن خالتك ولا حتى صاحبك. اعمل في حسابك، ولازم تكون واثق بان سندك هو ربنا سبحانه وتعالى وبس، ودراعك اللي بتاكل بيه عيش. صدقني ربنا سبحانه وتعالى ودراعك اللي بتاكل بيه عيش هم بس اللي سندك، محدش هيسندك الا هم. لازم تكون واثق في كده. صاحبك الوفي ممكن ينفعك عن اخوك، الصاحب الوفي احسن من 100 اخ. بسيط قوي، 1 من 10 مليون اخ اما تلاقيه بيسند اخوه. اخوك لو طال يعملك سلطه، يعملك كده على طبق سلطه وياكلك، هيعملك على طبق سلطه وياكلك. والوحيد اللي مش عايزك تبقى زيه اخوك. ما تقوليش بقى اخوك عايزك تبقى زيه وتبقى احسن منه وبيحبك اكتر من نفسه وبيحب ولادك اكتر من ولاده، ما فيش الكلام ده. وانا مش قاصد بكلامي ان انا ازرع فتنه، صدقني والله ما حد هيسندك ولا سند ليك الا ربنا سبحانه وتعالى وبس. لازم تكون واثق في كده. وعلى فكره قبل ما اخلص الفيديو، انا ما بتكلمش على مستوى شخصي، انا بتكلم على مستوى عام. بص حواليك هتلاقي الاخوات بياكلوا في بعضهم، ان كان عشان ورث ولا ان كان عشان مرة زارعه بينهم ومن بعض الشيطان، ولا ان كان عشان. اعتمد على نفسك وعلى ربنا سبحانه وتعالى، وخليك واثق في ان ربنا سبحانه وتعالى بس هو اللي سندك، وربنا يهدي لكل الاخوات لبعضهم.